لا ما ما غاديش عندكش تنجح. علاقه. لا انا نجي نقول لك هذا بعدا اولا ارهاص ديال واحد التويته كنت كتبتها انايا في شهر 8. درت فيها ثلاثه ديال الكلمات وعقلوا عليها: شنقريحه نهايه السير. هذه من تمثلات ديال نهايه شنقريحه. شنقريحه انتهى وانتهى في شهر 8. وهذا الامر هذا فين كاين؟ راه هذا وليتي الامر ما عندوش تخلعايا. علاقه. نعم هيا نعم راه وليتي تخلع، والله العظيم الا وليتي تتخلع بالله. لا غير خويا الجنرال ما تقولش كلشي، حتى حنا خلينا شويه نقولوا. ما تفضل يلا مرحبا. لا والله لا 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 مرحبا والله الا لا كضحك، سير والله سير الا جنرال، سير هادشي هذه بدا وين الله يبارك تشوف لك. اخويا ما يخلي والو في كمل التفصيل كمل بحال جنرال، غير هادشي بوحدو. راه مهم، هادشي راه مهم جدا. لا سير والله خويا، لا سير سير راني سير. معاك والله لا دابا لا عاد باش غنزيد بديت لك. انا عاد باش بديت في النقاش الحقيقي، عاد باش بديت في النقاش الحقيقي الاخوان. راه حيت الناس ما فاهمينش بزاف. راه كاين اللي مصيد دابا في المنصات، فاتح منصه وبارك ولماذا تبون، ولكن ما عرفش السبب الرئيسي والحقيقي علاش داروا مصالحه. ما عارفينش بان الجزائر راها في في الغرق ديال 300 متر ديال البير، اش جاي طلع الفوق، وباش تطلع مصيبه كحله. خاصها مصالحه، خاصها تبيض الصوره ديالها، خاصها تخرج المعتقلين ديال الحراك، خاصها تخرج الناس اللي ذكرهم الان الجنرال، خاص بزاف ديال الامور. ولكن المبردع اللي الان حراق ولا ما عرفت شنو، ولا تيسحب راسو تيك توك راه ماديها فيه تبون ولا عاقل عليه ولا هادي، كيسحب راسو راه داوي معاه، كيسحب راسو راه كيقصدو هو. كاين اللي كيقول لك انا غادي نرجع، لا غترجع غتشد، لا غترجع الجزائر وغتشد. راه ماشي الهدف هو انت تيك توكي ولا الفيسبوكي ولا هذا اللي لا، انت غترجع الجزائر وغادي يشدوك في الجزائر، ويقدروا يتغاضوا عليك باش يزينوا الصوره، ولكن راه الهدف ديالهم ماشي انت بالضبط. كمل اخويا الجنرال، وعاد باش ندوزوا لهاد الاخوان، لانك كنتي في واحد الموضوع. انا هنا فين بغيت لا ماشي مشكل. انا دابا غادي نقول قلت لك هو غير المساله ديال التغيير. غادي هو كيقول لك شوف باش نختم بواحد القوله بسيطه جدا نخلي الاخوان يدخلوا. قال لك التاريخ يعيد نفسه مره على شكل مهزله، مره على شكل مأساة، ومره على شكل مهزله. المأساة كانت في العشريه السوداء والذي اعقبه من الوئام المدني في عهد بوتفليقه. حيت بوتفليقه بغيه ولا كرهه ولا يعجبك ولا سبه ولا التاريخ ديالو كيبقى من طينات السياسيين الكبار، بغيه ولا كره. يعني مساله اللي هي حقيقه. اليوم المهزله هو باغي يدير واحد النوع ديال الوئام المدني باش يدير لا ريستركتوراسيون ديال الدوله، ودايرها بواحد الطريقه اللي هي مهزله كبيره. اصلا انك تسمح بهذه الطريقه الناس اللي كتقول عليه اللي قاصدهم انت اعلاميا وما مبينش الحقيقه ديالها. واش التيك توكر غادي دير عليه قانون ديال المصالحه؟ ماذا فعل لك التيك توكر؟ شنو دار لك التيك توكر باش دير عليه، باش دير له انت دير مساله ديال الانصاف والمصالحه في المغرب؟ قانون قدو قداش وهيئه قدها قداش، لانك تهضر على 50 عام ديال التجاوزات اللي كانوا. متفق معك. دير الوئام المدني اللي كتهضر كعقابه عشريه سوداء داميه من الحرب الاهليه. متفق معك. كيفاش انت بعدا كيفاش تفسر للشعب ديالك انك داير قانون مصالحه مع لي تيك توكر؟ دونك ماشي لي تيك توكر. علاش كاذب عليهم؟ علاش ما عندك الشجاعه الكامله انك تخرج الحقيقه ديال هذا القانون هذا؟ وشكرا جزيلا، تحياتي. بارك الله فيك بو جنرال. تحليل منطقي وواقعي لما يحدث وما سيحصل في الجزائر، تحليل منطقي. خويا هارون تفضل لك الكلمه، ثم مصطفى، ثم ما عرفتش انا الاخوان اللي معنا الفوق واش راهم معنا حيت ما سادينش المايك ديالهم. كلاي والاخ اللي معنا الفوق زقاربي معنا. خوتنا نتوما بجوج انا ماشي داكور. المايك ديالك خويا بين ما توصلك الكلمه، ومرحبا بخويا. بارك الله فيك. الاخ اللي معنا الفوق محال راه معنا، غادي نهبطوا لان ما عرفتش، حيت كنعرف انا الواحد معايا ملي كيسد المايك كنعرفو راه معايا، دونك كنهبط الاخ اللي الفوق.
تفضل اخويا هارون. السلام عليكم الاخوان، كيف وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله على مون جينيرال. غير هو مون جينيرال راه كنأكد لك والله ما عازلين لك، راه غدا ديالك كاملين ما خلنا لنا والو. غير هو كاين واحد النقيطه حتى هي طاحت في بالي وكيدويو عليها هنا في فرنسا بزاف. كيقول لك ان هذه الخرجه اللي خرجها عمهم تبون هي ايضا كذلك استجابه للمطالب ديال فرنسا، حيت فرنسا وركت عليه وسيرتو مع الاتحاد الاوروبي، وركت على الجزائر. راكم عرفتوا كانت المشاكل مؤخرا بيناتهم، وخاصه في الدوسي ديال الاوكيتيف ديال الناس اللي طردهم فرنسا من التراب ديالها. المشكله اللي كتلقاها فرنسا ديما معاهم هو انه كتوصلهم مثلا حتى المطار ديال هواري بومدين، ولاسباب اداريه كتضطر انها تردهم. الاسباب الاداريه هو ان هذوك الناس ما عندهم لا باسبور لا ليسي باسي. القنصليه والسفاره الجزائريه هنا كترفض تعطي المواطنين ديالها باسبورات او تجدد لهم الباسبورات، و ميم طون كترفض تعطيهم ليسي باسي في حاله ما اذا احتاجتها يعني العداله الفرنسيه. فمون جينيرال تكلم على الدوافع الاساسيه، وكتبان لي هاد النقطه هذه ديال لي ليسي باسي باش تعطي العذر الداخلي ان هذوك الناس رجعوا دخلوهم، هو هاد القضيه هذه ديال المصالحه وهذه. فكتبان لي حتى هي واحد النقطه غادي يلعبوا عليها، وغايبدا تسمع مني فرنسا كطرد شي حد لا راه رجع بخاطرو لبلادو حلقاش كاين هذيك المصالحه وما الى ذلك. فهنا غادي نشوفوا بزاف وعدد كبير ديال الناس اللي كيتكلموا على هاد المواضيع هذه. مون جينيرال حللها وقال لك راه لشخصيه بعينها وباسمها، جنرالات سياسيين هذا، والهدف الاساسي والاكبر منه هو انها تجمع ديك ماشي المعارضه بصيغه المعارضه اللي كنعرفوها كاملين، وانما هذوك الناس اللي قدروا يشكلوا خطر على النظام الجزائري اليوم، اللي هما في ليترونجي في مناطق عده. هذه محاولة يائسة أنهم يجمعوهم، وباش عاوتاني ما يخليوش واحد الالترناتيف أو لا واحد معرفتش كيفاش نقولها بالعربية، واحد الالترناتيف الحكومة ممكنة باش تبدل النظام الجزائري الحالي. المهم هذا ما عندي لهاد الساعة هادي، ونسمعوا الإخوان الآخرين ومازال نكملوا كلامنا الخاص. ربي يحفظك. شكرا ليك خويا مصطفى. السلام عليكم. خير فين مشى؟ اهلا وسهلا خويا مصطفى، بخير بس عليك؟ لاباس الحمد لله. السلام عليكم الاخوان. المهم انا ما عاديش نطول اخي جبور في هذه النقطه لحقاش الجنرال تفصل فيها والاخ اللي قبلي زاد شي اضافات. انا غادي غير نشوف الا قلنا النقطه ديال المعارضه راه غير كنضحكوا على راسنا وصافي. انا هذوك المعارضين انا كنشوفهم كلهم بالنسبه لي انا كلهم كيف كل واحد كيضرب على جناح ديالو، وكل واحد كيسميها انه في مصلحه الوطن، ولكن اخويا كلهم كيف ما نكذبش عليك. يعني انا كنظن هذا الخطوه اللي بغى يديرها هذا خويا مصطفى، المعارضه اللي كنهضروا عليها حنا راه ماشي هي اللي كتشوفها انت. المعارضه راه باش نتفاهموا في باش نعرفوا روسنا المسار ديال اللايف. المعارضه الا كنتو كتظنوا بانها هي مثلا نقول على سبيل المثال واحد مسمي راسو الجي دي زاد ما عرفت شنو، انا ضد النظام، ولا واحد غيجي عندنا حنا هنايا ويقول لك انا معارض للنظام، ولا كتعتبر بان واحد يطلع عند الاخر التيك توك ويجي ضد بلاده مثلا، ولا عند مضطهد ولا كذا الى اخره. نقولها بصريح العباره، ماشي امير دي زاد ولا شوقي بن زهره ولا هذا. المعارضه الحقيقيه مثلا نعطيك على سبيل فوالا خويا هارون، المعارضه الحقيقيه مثلا هي اللي ظهرت عند اندلاع هذه الثوره هذه في ايران. والمعارضه الحقيقيه راه هي اللي بانت، وما كناش كنشوفوها حنا في التيك توك ولا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب انها كتنشر بحال هذا الشيء هذا، لا هذا الشيء ما كيبانش. المعارضه اللي كاينه الحقيقيه اللي ذكرنا هنا وذكر الاخ الجنرال اللي هي معارضه حقيقيه. نهار غادي تبان شي حاجه، نهار اللي غتبان شي حاجه داخل الجزائر تما غادي تخرج المعارضه الحقيقيه. هي اللي بانت معارضه فنزويليه من خارج البلد،
ومن تما بداو كيخرجوا المعارضين الحقيقيين من داخل السجون. فهنا النظام الجزائري بغى يدارك الموقف انه يزين صورته مع الغرب، لان الصوره ديالو سوداء بالوثائق، لان غالب الناس اللي طلبوا اللجوء السياسي طلبوه على اساس انهم حراكيين وانهم مضطهدين وانهم ناس اللي هما وازنين في الدوله، ماشي هذا هو هذا. دونك هاد الثلاثه اللي عطيتكم انا وربطتهم ببعضهم بعضياتهم، راه البلد الوحيد اللي فيه معارضه خارج البلاد الجزائر، والبلد الوحيد اللي غادي نعطيك هنايا اللي كانت عنده معارضه خارج البلاد هي ايران، والبلد الاخر اللي هو الثالث هو فنزويلا. وهاد الجوج اللي كنهضر لك عليهم مثلا فنزويلا وايران، ايران ها هي على مشارف السقوط، فنزويلا سقطت وبقات الجزائر غاديه بنفس المنهج ديالهم، وعندها حتى هي معارضه خارج البلد اللي ممكن انها الان تغتنم الفرصه وتطيح النظام اللي كاين تما العسكري، وغادي يطيحوا كونوا هانين. فبالتالي هادو بغا يغتنموا الفرصه الان انهم يبيضوا الصوره ويطلقوا الناس اللي كاينين في السجون واحد تلو الاخر، ويعفوا على هادوك المعارضين ويقولوا لهم اجي نديروا مصالحه وتزقى الامور تما. راه بغا يلعبوا واحد اللعبه خطيره، ولكن شكون اللي غيروج لهاد المساله هذه؟ غيروجوا لها التيك توكيين للاسف الشديد، اللي ما فاهم توزه، اللي ما عارف والو في السياسه، اللي ما فاهم والو في السياسه، اللي ما عارف حتى حاجه. هو كيسحب النداء راه موجه ليه، كيسحب النداء راه موجه الواحد كاتب على راسو نونو. لا شريف، ماشي عليك انت كيهضر تبون، ماشي عليك كيهضر تبون ما كيقصدكش انت اللي في اسبانيا ولا فرنسا ولا هادي حراق ولا ما حراق. الحراقه دابا تمشي راهم باقي كيخرجوا في قوارب الموت، راه ما كيدويش على المغرر بهم اللي مشاو حرقوا، المغرر بهم الدوله ديالهم يجيو راه الدنيا هانيه، راه ما كاين حتى مشكل. ولكن ناكد لكم بانهم غاديين يديروا شي حاجه في الجزائر، وشي حاجه راه قريبه للجزائر، وهذا الشيء اللي كدير الجزائر كينم على ان شي حاجه راه جايه الضربه في الجزائر. فبالتالي راه ماشي المعارضه اللي قصدوا حنايا. سير اخويا مصطفى. متفق معك، هذه هي النقطه اللي بغيت نمشي لها اخي جبور. دابا شوف، كانوا داروا واحد الوقيته هذه واحد 10 سنين وما عرفتش داروا هذيك التصالح هذا، ولكن ضرب عليها عام عامين صافي ولا داك الشيء ولا كما كان، فهمتي؟ ما هذه غير خطوه انه كما قلتي يبيضوا هذيك الصوره في هذا الشيء اللي وقع في فنزويلا وايران. هذه راه واش انا ننطق بنادم اللي كيهضر لي على الفول والعدس ننطقوا انا هنايا، الله يهديك. المهم اخي جبور، انا الاخوان قالوا هذا ما عنديش شي اضافه اخرى، غير بغيت نسولك قبل ما نهبط اخي جبور، البارح فين وصلنا بداك الشيء؟ واش داك الشيء تسرح صافي مزيان؟ غادي الا كان شي حاجه نقول لك صافي، باقي دابا انا الا كان شي حاجه نقول لخويا مصطفى صافي. المهم ما تسنيش راني معك صافي. الله يحفظك العزيز. الله يحفظك اخي جبور، شكرا. انا غادي نهبط شي خدمه تسمح لي. الله يحفظك. خير اخويا، الله يسر امرك، ربي يحفظك. اخويا كلاي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يحفظك اخويا السي جبور، نورتينا في هذا الصباح. ربي يحفظك، الله ينورك خويا، بارك الله فيك. ومتبعينك وتابعك، ولكن في الصباح ما بديتيش بها الاولى، هضرتي على فنزويلا، هضرتي على ايران، والجزائر هي القادمه، وراه بداو في سوريا هي الاولى. هذا الشيء اللي كامل حكيتي عليه، والمعارضين في الخارج الى غير ذلك، وقعات لسوريا وجراو على بشار وهرب، والنتيجه والحبل على الجرار. تماما. وهذو ما عندوش علاقه كلاي بالدول اللي تابعه المعسكر الشرقي، راها كتنهار الان كلها واحده تلو الاخرى. هذا المصير ديالهم، هذو اللي تبعوا دوك الشيوعيه يهضموا حقوق الانسان في بلادهم. كما حنا دابا كنشوفوا، انا كنعيش في ميلانو منذ 40 سنه، انا في الارض السعيده ما عمري بدلت هذا الفيلاج اللي ساكن في ميلانو فيه، وكنشوف الاحداث والمقابلات الافريقيه في المغرب الى التنظيم الى غير ذلك. هنا في الطليان شتي شي فيديوهات كيهضروا على صحفيين ايطاليين يبينوا الملاعب اون 3 دي بالدرونات
عرفتي شنو شي حاجه خطيره ما تصورش البال. هذه النهضه المغربيه والله القسم، اذا حتى هنا صحفيين في ايطاليا يتحدثون على هذا الدهشه تاع التنظيم الى ما عدا ديال هوك وشوهاتهم واحد الحفره، مشاو تيقلبوا واحد الحفره في الطرح، قال لك اسيدي شنو في هذه، وفي الاخر طلع عليهم بحال ذاك اللوطيل اللي مشاو الماء ما بغاش يخرج لهم من الروبيني، فلقاوه اوتوماتيك خصك تحط يدك تحت الروبيني، هما عمرهم ما شافوا هذا الروبيني هذا في حياتهم. شفت هذا الشويه اللي شوه العالم كامل اصبح اسف للشعب الجزائري، وعندي اصدقاء جزائريين انا كنعرفهم يعني بحال الخوت، ما يعكسوش هذه النظره ديال الهمجيين اللي يهرسوا الملاعب في طيران. يعني كيزيدوا يشوهوا راسهم. وحتى الجزائري الحر اللي كنت هذا المعارض الحقيقي والنبيل واللي لا رجعوا وربحوه هما الانتخابات، كيطلب وقت بزاف، كيطلب 50 عام. هذا اللي عطاونا 50 عام باش يرجعوا شويه انسانيين. شكرا خويا. ربي يحفظك خويا كلاي، والله يحفظك العزيز، شكرا لك وبارك الله في خويا، ربي يحفظك. الاخت مريم، الاخت مريم. السلام جبور. جاء مع رسالة التليفون مع الاخت مريم. الله يطول عمرك كلشي بخير. شوف خويا جبور، ومرحبا بسائر الاخوه اللي معاك. انا تنقول ان هاد المصطلحه اللي قالها السي تبون واللي هي بالطبع متعارف انه هو اقصاو منها حركه رشاد اللي هي اكثريتها موجوده في بريطانيا وكذلك في فرنسا. يعني قسم منها هذه الحركه هذه لانك يعتبرها مصنفها الجزائر بلي حركه كبابيه. نفس الشيء لبعض من الصحفيين الجزائريين اللي كذلك يعني فارين لفرنسا، حتى هما تقصاو من هذه القضيه هذه. شكون اللي كنلقاو اخويا جبور لانه داخل انه غادي يكون في هذه القضيه ديال هذا الصلح، هذه المصطلحه اللي عرضها تبون، وهما ما اطلق عليهم بالفئات الهشه. شنو كيقصد بهم؟ يعني هذوك الشباب اللي خرج من الجزائر لان كان عنده واحد المتابعه من طرف الدرك الجزائري او من طرف مهم الشرطه الجزائريه، فخاف من تلك المتابعه انه فر مشى تما لفرنسا، فتم وضعيته في فرنسا صعبا، اقصد الوضعيه الماليه. فكيقول هو يعني هذا ما يقوله تبون على ان هاد الشباب يتم استغلالهم لان عندهم ظروف صعبه، كيتم الاستغلال ديالهم من اجل المال. ولكن انا كنشوف ان الحق من وجهه نظري، تقدر تكون صائبه تقدر تكون خاطئه، ان تبون ملي اقصى المعارضين الحقيقيين وقصى الصحفيين وقصى يعني الناس ديال حركه رشاد، انا اعتقد ان هاد المعارضين اللي هو باغي يردهم هو اللي خيف منهم حول الموضوع ديال القبائل، لان الاكثريه منهم ولاو مع الطرح ديال الماك وديال حركه القبائل. ملي مشاو تمايا يعني ولاو كلهم يعني مع هذه القضيه هذه، واكثرتهم هم من هذه المنطقه. فبالتالي كنعتقد انه بغى يدير هذه المصالحه هذه لان هذا الملف دابا ولا حساس بالنسبه للدوله الجزائريه، ولانه فعلا يعني ممكن الايام القادمه نسمعوا انه يكون واحد التحرك فعلي، وانه ممكن حتى الانتخابات اللي جايه القادمه بعد ماكرون، يعني الاحصائيات كتقول انه غالبا اللي غادي يكون يعني يوصل للرئاسه في فرنسا غادي يكون يا من اليمين المتطرف ام اليمين اللي نصف متطرف. وهذا اليمين معروف مواقفه من الدوله الجزائريه وحتى من الجزائريين اللي كيقطنوا في فرنسا. فبالتالي اشنو ممكن يدير؟ ان هذا الرئيس اللي غادي يجي من هذا الحزب ديال اليمين المتطرف او النصف المتطرف انه ممكن يفتح يعني مكتب ديال هذه الحركه ويعني ويدعم هذه الحركه ويساعد انه يدعمها عند دول اخرى اللي باقه يعني ما عندهاش موقف واضح، وممكن دول اخرى تفتح مكاتب لهذه الحركه. فاعتقد التخوف ربما هو محاوله استدراك يعني الأسوأ القادم بالنسبه لهذا الموضوع. هذا الشيء علاش شبون دار هذه القضيه هذه، انه كيطلب من هاد الناس انهم ما عندوش مشكل انهم يلتجئوا للقنصليات ويسويوا الوضعيه ديالهم، شريطه انهم عدم الخوض يعني في اشياء تسيء للبلد مره اخرى. انا هذا الراي ديالي، يقدر يكون صائب يقدر يكون خاطئ. اخي جبور تفضل، عندك شي سؤال؟ عموما لا، هو شوف ممكن اننا نختلفوا بزاف ديال الامور، لكن اللي ما نختلفوش فيه هو ان الصوره الحقيقيه اللي كاينه الان عند المنظمات على النظام الجزائري كتعطيها الحق والاحقيه في التدخل الان في الجزائر بطريقه مستعجله، لان ما حدث في فنزويلا وفي كوبا وفي ايران هو ما يحدث الان في دوله الجزائر.
لا يعرف بدولة الجزائر. صحيح. فبالتالي الان الامور انا كنقولها راه ليست موجهه للناس اللي راهم تما، سوا يستثنيو رشاد ولا يستثنيو الماك ولا يستثنيو كذا، ما هاد الصوره الا هي تبييض لصوره الجزائر. هاد القضيه اللي دار تبون هي يريد تبييض صوره الجزائر، وغادي يتم على اثر هاد المساله هادي، غيتم على اثرها اطلاق سراح بعض المعتقلين اللي كاينين تما، ماشي كلهم وانما بعضهم في الداخل الجزائري. الامان. فوالا دونك خاصو يدير الفراش، يفرش، يدير الكوش الاول، يدير الموضوع ديال المصالحه ينتشر. هو تبون حاليا ربما بغى يدير نفس القضيه اللي كان دارها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه، لانه هو حتى هو كان دار مصالحه وطنيه، ولكن نفس المشكل اشنو غيوقع عندما كان المصالحه لا والو، هذوك اللي تصالحوا معهم هما اللي ذبحوهم. اذا كيف لك ان تتصالح مع واحد هو اللي قزر، هو اللي دقدق، هو اللي هدم، وهو اللي حرق، وهو اللي فتك بالناس تما؟ كيفاش غتصالح معاه انت كده؟ هل هذه مصالحه؟ هذا ارغام على المصالحه، لان الجلاد وكل شيء راه فيهم. صحيح. والضحيه راه هو الشعب الجزائري. شكون غيكون ضحيه؟ هو الشعب الجزائري. هو الصراحه هاد الوقيته اللي جا فيها تبون تميزت بمجموعه ديال الاشياء، هاد بان هاد كيف كنقولوا حنا هاد الصراع ديال الاجنحه اللي كان هو ماشي ظاهر بطريقه كبيره في عهد بوتفليقه، قدر ما بان يعني في العهده ديال تبون، وخصوصا ملي شفنا يعني مجموعه ديال الاسماء اللي هي كنتكلم عليها بالطبع على رجال الاعمال هنا اللي كانت وازنه في الجزائر، واللي كان عندها علاقات يعني طيبه حتى مع فرنسا ومع رجال اعمال من دول اخرى، واللي كانت غاديه يعني فعلا يعني هي تستثمر بشكل كبير في الجزائر، تمزج بها في السجون. عندك سعيده نغزه مثلا، ورحنا شفنا الخرجه ملي كانت خرجات وتتكلم اللي كانت مرشحه، حاولت انها ترشح امام تبون في الرئاسه يعني، وتم الاعتقال ديالها على اساس انها جابت اسماء يعني زورت يعني الناس اللي غادي اللائحه المطلوب منها انها لتترشح للرئاسه. وكان خرجت سعيده نغزه قبل ما يتم الاعتقال ديالها بواحد التصريح خطير، ان كانت كتقول لهم انا نمشي معكم بعيد الا ولادي ما تقربوش ليهم، بحال هكا كتقولها يعني. كان الفيديو ديالها خرجت ودارت ندوه وتكلمت في هذا الشيء، ومن بعد تم الاعتقال ديالها، وكان خرج الابن ديالها من تم الاعتقال ديال الام ديالو، وقال يعني وضربت ب10 سنوات سجن. تكلم من فرنسا الابن ديالها فر، كان اليد اليمنى ديالها، وتكلم مجبور من فرنسا. واش قال لهم؟ يعني تكلم على عندي الفيديوهات ديالو ملي عندك صافي بلا ما نبقى نهضر. فانا كنعتقد ومن نعم فكاين مجموعه ديال رجال الاعمال اللي تم الافراج عنهم، ولكن الجزائريين ما عارفينش يعني تم الافراج عنهم سرا بعد يعني ما تبون تولى الحكم، وقالوا على انهم مسكوا هاد رجال الاعمال اللي كانوا يفسدون ويستغلون الاموال الجزائريه، يعني ما سمي بعهد بوتفليقه بحكومه رجال الاعمال. دابا الان شنو مجرد جا تبون كاين اسماء اللي هي لم تبقى في السجون، وخصوصا اسماء من رجالات الاعمال اللي هما من اصول يهوديه جزائريه، اللي هما معروفين تاريخيا، عندهم يعني الاموال بيدهم، الاموال الجزائريه في الاستثمارات. هذوك تم الافراج عنهم كيف كنقولوا حسي مسي، بلا ما يديروا لا بهرجه لا زعما انهم يعلنوا عنها بشكل كبير. وبقات اسماء اخرى موضوعه في السجون. لماذا؟ لان هذه الاسماء كان لها علاقات مع الجناح الغير المرغوب فيه اللي هو بالطبع يعادي الشنقريحه ويعادي تبون، فتم هذه الاسماء هي اللي بقاو واضعينها في السجن. فهما عندهم المساله ليست مساله مصلحه الجزائر وما يفيد الجزائر والجزائريين، وهما دابا عندهم مساله هي مساله الكراسي. يعني انت ملي كيكون عندك رجال اعمال وازنين وكيجيبوا لك استثمارات وعندهم علاقات مع رجال اعمال من دول اخرى ومع شركات كبرى، وانت كتزج بهم في السجون، لماذا؟ لانهم ليسوا من جناحك، لانهم موالون لجناح اخر، او كان جناح اخر هو اللي كيدعمهم. هنا كتكون فعلا مشكل حقيقي، هو مشكل كراسي وليس مشكل ان ما يهم هو تطوير الجزائر والاقتصاد الجزائري. وشنو بان لك انت جبور ملي خصوصا ما وقع؟ كلامك صحيح للاسف. وحنا غنوضحوا الحقيقه. لهذا يكرهون النظام الجزائري، احنا كمغاربه يكرهون النظام الجزائري، لان نعري الحقيقه كما هي. هو راه يستغبي الشعب الجزائري، ولكن ما يقدرش يستغبينا احنا كمغاربه، لان حنا كنجبدوا ليه الوسخ ديالو. وهنا علاش السبب ديال الكره ديالو لينا حنا، لان ما خليناش وجها لوجه مع هاد الاطفال اللي كنسميهم انا اطفال بكل صراحه. ما عندوش عقل باش يفكر، ما عندوش عقل باش يحلل ويدير تحليل سياسي اللي يكفل ليه انه يكون انسان. حاليا راه كاين صراعات في الداخل الجزائري الاخوان
ما يقدرش دابا. ها هو الجزائري دابا مسكين، غير يلاه قالوا لي مصالحه، اول من قال بسم الله نمشي وما عرفش راسو راه معرض للخطر ملي غيمشي للجزائر، وان الامر لا يعني هو اصلا ما عرفش راسو هذا الشيء هذا. ما عرفش بان تبون راه ما تتهموش، ما كيهموش الحراق اللي خارج البلد، هو ما كيعطيش حتى الباسبور ديالو، فبالتالي غادي يدير المصالحه ديالاش. المعارض الحقيقي، واخا انا لا اؤمن بالمعارضه في الجزائر، المعارض الحقيقي نقولوا اللي مثقف وفاهم اللعبه واللي هو تمرس على يد المخابرات الجزائريه، لان اكثريه المعارضين الجزائريين هم في الاصل اولاد المخابرات الجزائريه وحصل اختلاف. تماما. المعارض الحقيقي لن يعود، عرفتي علاش؟ لانه عارف شنو كاين، عارف خبايا الامور. اللي غادي يعود هو هذاك اللي مسكين اللي كان عائس معارض بلا معارض، كي قلنا هذا اللي كانت هرب من الجزائر لظروف ما يعني، ومن بعد مشى تمايا كان كيدير هذه المعارضه من اجل الاسترزاق فقط وليس من اجل المعارضه الحقيقيه. العربي زيطوط كيتضارب على قناه في اليوتيوب، هذا معارض يا ودي. وعربي زيطوط زعما عطى الله ما وماشي كلهم عموما. ملي نشوفوا بن سديره رجع، ونشوفوا زيطوط رجع، ونشوفوا هاد ما يطلق وليد كبير واسماء كثيره نشوفوها رجعت، تلك الساعه ممكن ان نقول على ان النظام الجزائري فعلا يمد يده لابنائه وللمعارضين الحقيقيين، وانه باغي يدير مصالحه حقيقيه ويدير يعني يمشي بالجزائر للامام. ولكن ما حد حنا كنشوفوا ما كاينش هذا الشيء، فبالتالي اعتقد ليست يعني ما كايناش. واش نعم. اللي مد يدو المصالحه واش يقدر يمنع على المعارضين؟ راه مانع عليهم بعد الانتخابات ممنوعه عليهم. واللي بغى يعاكسوا في القضيه ديال انه يمشي مثلا يترشح ولا هذه راه ممنوع، راه غادي يلصق ليه جوج ديال التهم ولا ثلاثه صافي يوسخ ليه الدوسي. العسكر ما كيخليش. ها تعطيك انا على سبيل المثال، ها نشوف هذا معطى يلا البارح باش تعطى هذا في الجزيره. الاخوان في الجزيره الدول العربيه هذه الاحصاء ديالهم على مؤشر الديمقراطيه، على مؤشر الديمقراطيه. المغرب هو الاول، تونس هي الثانيه، وما تبقى لا ديمقراطيه كاينه في انتخابات. ما كاينش لا عض بابا. ياك ماشي انا اللي درتها ولادي. ممكن تدخلوا الموقع الرسمي ديال الجزيره وغادي تشوفوا فيها الاخوان الكرام هاد المعلومات. يلا معطى صحيح هذا. يلا الجزائر حريه التعبير شحال جبوه. المغرب في انتخابات، ماشي فقط حريه ندويك عن انتخابات، الديمقراطيه في انتخابات بصناديق اقتراع. المغرب عالميا هو معروف الاول عربيا، الاول. الثانيه هي تونس، الثالثه موريتانيا، الرابعه لبنان، ثم كتجي الخامسه هي الجزائر، ثم كيبقى غادي داكشي. بمعنى ان الجزائر ديمقراطيه عندهم في البلاد. وهذه المؤشرات اللي كتعطاوها الاخوان راه بناء على معطيات، ماشي كتجي كدير بناء على معطيات. هذه مؤسسات كتكون مختصه هي اللي كدير هذا النوع ديال الاحصائيات. يزيدون دوله ديكتاتوريه. نعم، تبوا ولا بغى يبين حسن النيه ديالو، اول حاجه يديرها هو بعدا يخرج المعارضين الحقيقيين اللي عنده في السجون، ويدير مصالحه معاهم، ويعوضهم يعني عما اقترف في حقهم، ويعوض كذلك الناس ديال العشريه السوداء وما اقترف في حقهم. وهذيك الساعه عاد ممكن انه يتكلم. وكذلك حتى الاقامه الجبريه اللي مديوره لعلي بن الحاج، لأن الرجل يعني مواقفه واضحة وهو لا يؤذي النظام في شيء، هو رجل يعبر على رأيه وعلى مواقفه. فالمفروض على أنه ملي يدير المصالحة مع الناس اللي عنده في الداخل ويبين على حسن نواياه ويعطيهم الحق في أنهم يمارسون يعني مثلا يكونوا في ضمن أحزاب معينة، أو أنهم يفتحوا يعني لهم الحق في يعني كيف كنقولوا إنشاء أحزاب جديدة، أو أن هاد الناس يعني يكون لهم كيف كنقولوا صفحات يتكلمون بحرية. هذيك الساعة ملي بعدا يبينوا هذا الشيء مع المعارضه اللي عندهم في الداخل اللي هي قليله وجلها في السجون او في الاقامات الجبريه، ديك الساعه عاد نقولوا ان راه ممكن يكون هنالك مؤشر لمحاوله وحده التغيير. اما الان انا كنشوف هذا الشيء اللي كيدير تبون هو مجرد انه باغي يخلي هاد الناس انهم يوليو كيف كنقولوا يعني يطلب الولاء ديالهم، ان هاد الناس بهذه الطريقه هذه كنتكلموا على هادو اللي مساكن يعني هاربين ولات عندهم ظروف صعيبه برا، هو فقط باغي يردهم من اجل الولاء ديالهم اكثر. وما باش يكونوا زعما انفتاح سياسي حقيقي، انا اشك في ذلك. لا يوجد اي انفتاح سياسي يكون مع نظام عسكري، يستحيل ذلك.
يستحيل. اعطوني شي دوله عباد الله عسكريه ان عندها انفتاح سياسي وانها تؤمن بالتعدديه وانها يعني ممكن تكون دوله يعني تؤمن بالحريه. تعطيوني اللي كيعرف شي واحد هذه القضيه يقول لي. يمكن انا نكون ما عارفاش، يمكن نكون انا ما عارفاش. عطيوني ما عرفتش. عموما نزيدكم واحد خويا الجنرال، راك هنا فين راك ترنح ليا، فين راك تركل تهرب فين؟ واحد المعطى واحد اخر. نشوف طلع جنرال اختي لابان لك ام ادم الله يحفظك اللي راه معانا ملاتي. السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. العمله ديال ايران الاخوان تساوي 0.00 دولار، انهارت كليا من ناحيه ديال التضخم والناحيه ديال الفوضى اللي راها نايضه الان باسقاط النظام. 0.00 دولار ما كتسوى والو الان في السوق. ها هو قدامكم، ها انتم كتشوفوا العمله ما كتسوى حتى حاجه، والو يلعبوا مع والو، سيبورتي والو. العمله ديال ايران مشات. الجزائر راها تقفقف والفاهم يفهم. المؤشر راه قدامكم، ها انتم راه تشوفوا فيه العمله. انا عطيتكم بزاف ديال الامور اليوم. المؤشر ديال الديمقراطيه في الانتخابات الرقم 1 هو المغرب، ماشي حنا، الجزيره اللي قالت. الا قالت شي حاجه سيروا تشارعوا مع الجزيره، سيروا لعند الجزيره، قولوا للجزيره راكم دوله ديكتاتوريه، دوله ما عندكمش انتخابات. راه قلنا لكم في الاول بان تبون رئيس معين، تبون رئيس معين من طرف العسكر، راه ما عندوش والو. راه حتى واحد فيكم ما يقدر يجاوب على هذا الموضوع هذا، ولكن الا طلعتوا كتحاولوا تناوروا، اما الحقيقه راه ما تقولوهاش، الحقيقه راه ما تقدرش تقولها. والحقيقه اللي رانا نهضروا فيها دابا ما تقدروش نتوما تحلوا التحليل السياسي والواقعي بحال اللي رانا نقولوا لكم الان. الجزائر راه في الرتبه الخامسه، راه ما عندهمش انتخابات الاخوان، راه تبون رئيس معين، تبون رئيس معين، رئيس العصابه هو تبون. بلد سلطوي. شوف دونك هادشي شوف راه كاتبين عند راسك نقرا لك واحد المقاله ونزل. سلطوي. مرحبا بلاتي عمر الرشيدي، واحد المقاله بسيطه وغنزل ديال هادشي اللي انت كتكلم فيه دابا، اللي هو تقريبا نفس الكلام اللي تيقولوا جمال بن شمسه اللي هو المحلل السياسي الجزائري. قال لك كيتساءل واحد السؤال عن المعيار الذي اعتمدته الرئاسه في استقبال رؤساء الاحزاب لمناقشه هذه المبادره. كيهضر على المبادره اللي قدمها تبون في الحياه السياسيه، وقال لك انه بالعوده الى هذه الشخصيات نرى انها اختيرت بعنايه، وهي الصناعه من النظام لغرض معين بهدف وتوقيت معينين، وبالتالي سنحكم عليها تماما بالفشل. رغم أن الإعلام سيحاول تبييض صورتي المبادرة والرئيس، وسيحاول أن يضع الرجل بمثابة المنقذ الجديد، وأنه أرسى ديمقراطية رغم مئات معتقلي الرأي. ورأى أن الإعلام المحلي يسعى بكل الأشكال أن يسوق لتبون على أنه الحل للبلاد، مع ضخ أكبر قدر ممكن من البروباغندا توهم الجميع بأن المبادرة نجحت قبل بدايتها، وأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة، لكن العكس هو القائم. ولفت بن شمسة إلى أن المبادرة لم تطرح للنقاش، ما يعني أنها درست وستنفذ بالطريقة التي يريدها النظام، وبالتالي لن ينجح فيها وسط غياب حوار حقيقي مع من شارك في حراك 2019 ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كان يجب أن يطلق سراح معتقل الحراك قبل التحدث عن مبادرة لم الشمل، لأنهم رمانة الميزان. ومن هنا يتبين أنه لا توجد نية حقيقية لطرح حوار حقيقي للحياة السياسية. هذا الشيء اللي الخلاصة، يعني فيلم كالعادة وصافي. أفلام كان كيقولنا يطلق المعتقلين اللي في الداخل بعدا. واش هو مصالح بعدا مع الناس ديال الداخل؟ واش تبون مصالح مع؟ راني قلت لكم السبب الحقيقي وراء هذا الشيء هذا كامل. تبون راه ما صالحش مع الناس اللي داخل الإخوان. علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خويا. الشريف ديالي شحال كنقلب عليك ما عمرني طلعت معك اولدي. مرحبا بك سيدي. الله والله سيدي شحال كنطلب شحال من خطره مرحبا بك على الراس والعين. بارك الله فيك يرحم والديك. حفظك. على هذا السؤال اللي طرحتي ديال تبون ديال هاد الناس اللي قال لهم باش يدخلوا، انا كنظن عنده مشكل
شاف روسيا ما بقاش معها مزيان مع داك الشيء ديال البريكس، شاف ايران غادي تمشي بحالتها، وشاف عنده خلاف مع فرنسا حيت ما كانش يقبل باش يردوا ليه دوك الناس اللي كيشدوا هنا، وباش غادي يعاود يدخل مع فرنسا دار ديك اللعبه باللي يسمح لهذوك الناس باش يدخلوا، باش فرنسا تبدا تصيفط لها دوك الناس اللي كانوا في الحبس باش عاود يترونجا مع فرنسا. انا هذا الشيء اللي قلت والعلم لله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا هذا الشيء اللي قلت والعلم لله. ومن بينها انا على معطيات تفيد. انا راني قلت في الاول شنو اللي كاين لكل رايه. غادي يقول لي يا خويا مغربي وافتخر، غادي يقول لي دابا اخلاق راه كان طالب وما عرفتوش واقيلا جاتو شي مكالمه ولا شي حاجه وراه مشى. غادي نشوف شنو كاين باش ما كنقول لكم. عمر ال الرشيد، تفضل خويا العزيز. شكرا لك سي علي وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك العزيز. تحياتي مبروك. سهلا الله يحفظك خويا. خويا ملي كنشوف انا داك الطابلو هذاك ديال اللائحه ديال الدول، هل هي ديمقراطيه ام ديمقراطيه ناقصه ام مختلطه ام سلطويه؟ دابا واحد القراءه سريعه للخارطه ديال هاد البلدان ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا. البلدان ديال الخليج احنا عارفين النظام ديالهم اصلا، يعني بالطريقه ديال التسيير ديالهم، يعني راهم فهمتي عندهم نمط خاص ديالهم. هذوك ما يعني ماشي ديمقراطيه كما هذو، ما كيتغناوش بها، ما كيهضروش عليها. عندهم نمط ديالهم خاص، طريقه تدبير خاصه جدا. ها الخليج حيدناه، كاين بلدان اخرين بحال مثلا العراق عرفنا شنو ناض فيه وعرفنا التسلسل الاحداث فيه. سوريا كذلك ومثال، لبنان كذلك ومثال، مصر مؤخرا عرفنا الاحداث اللي دازت منها وكيفاش وقع فيها. السودان عارفين الوضعيه ديالو دابا، عارفين اليمن كيفاش داير القضيه، عارفين الصومال، واخيرا نوصلوا للمنطقه ديال شمال افريقيا من جهه الغرب. ليبيا عرفنا شنو عندها، دونك ليبيا عارفين شنو عندها. دابا فين كاين الاشكال؟ دابا اللي خص تحليل هو هذاك الوسط، هذيك الترعه الوسطانيه مالها؟ كيقولوا الشعارات حنا ديمقراطيه ومن الشعب والى الشعب والجمهوريه الديمقراطيه الشعبيه المعرفه شنو، فيها طوال سطر جمله مفيده. هنا فين كاين الاشكال. اما الوضعيه في المغرب ولا في تونس، المغرب معروف نظام ملكي ونظام ميكس، يعني تناوب، نظام تناوبي. كاين ديمقراطيه محليه، كاين عند احزاب عندها واحد الهامش ديالها، داكشي معروف، ما مخبيينش ما مدرقينش. وحنا ما كنقولوش حنا هما الاعتى الديمقراطيات ولا خرجت الديمقراطيه من عندنا او لا الثوره ديال المعطفين خرجت من عندنا. هادشي كامل. دابا ما حد معنا وقيلا كنظن باقي سميتو عبد السي عبد السلام، الا غيكون محترم في النقاش ديالو. دابا شنو ناقصك وشنو ناقصكم؟ دابا علاش هناك هو كبيره وعميقه بين الخطاب الرسمي وبين الناس؟ راك عارف لي كلاسمون الناس سميتو بمؤشرات مضبوطه ومدروسه، كيقول لك اش عندك اشنو ما عندكش. دابا واش نتوما فاش كتكونوا كتبناو داك الخطاب ديال تشوكير وحنا الديمقراطيه خرجت، واش نتوما كتكونوا في كامل الوعي ديالكم او لا واعيين عندكم كامل الوعي بان داكشي اللي عندكم غير ندرح حيت تدرح لا علاقه له بالواقع؟ هذا خويا هو التعليق ديالي لهذيك الخريطه، لانه كاع البلدان حنا عرفنا المسار ديالها وعرفنا الظروف اللي عاشت منها وعرفنا. دابا الجزائر خاصكم تجلسوا بينكم وبين راسكم بعدا تعرفوا شنو كاين باش ما يبقاش يوقع عندكم انفصام. صراحه حنا خايفين عليكم ويوقع عندكم انفصام في الشخصيه، يوقع عندكم واحد تكون عندكم نفسيه مهتزه، تكون كتبغي تقنع راسك بشي حاجه وكتطلق واحد الدعايه لا علاقه لها لا من قريب ولا من بعيد مع الواقع المعاش ومع الوضعيه ديالك الحقيقيه. وهذه المساله كنلقاوها احنا عندنا حتى في الكره. ملي كتغلب راك فور وراك هو هذاك وراك واعر وراك سميتو، وملي كتغلب كترعف، ملي كتجي شي فرقه كتكتفك كيولي التهمه ديال واحد اخر، ديال التحكيم، ديال الكاف،
ديال التنظيم ديال الفيفا، الاخرين كلهم ما مزيانينش، حنا واعرين، حنا بلاصتنا ما عاد فين هذا. دابا هذا الشيء حنا راه خفنا عليه لانه الا ما كنتوش، الا كان مازال ما يتعتق، الا كان مازال كاين شكل من الاشكال ديال العلاج. اما الا كانت صافي مشات وقلت انتم حنا وما عرفت شنو حنا وما عرفت شنو حنا، بكثير بصحتك شنو نقول لك؟ اش نحيدها لك من فمك؟ ما نحيدهاش، غادي نخليك سير. كمل اسيدي وانا لا يقلب. المهم الخوت، هذه العشيه بغيت ندير واحد التعليق، اسمح لي واخا غادي نخرج شويه من السياق ديال الموضوع. كخاتمه ان شاء الله المغاربه دابا تبارك الله بقاو غير الفطاحله ديال افريقيا، لا في الكلاسمون فيفا ولا في جميع المستويات ولا في التاريخ كره القدم. بقاو دابا تبارك الله. واليوم الحفله في الشمال وفي الرباط كيف ما دابا انت تتقلي السم الايقاظ المغاربه عبد السلام، تتقلي السم زعما خرجتوا نتوما، حنا بقينا نلعبوا، بقينا على الفطاحله. بقينا الواعش. واش كذبت خاي جبور؟ كذبت، ماشي بقينا الواعرين. نتوما غلبتوهم بالكولاسه صاحبي، نتوما خرجتوهم بالكولاسه. والتحكيم شوف كنا زارعين لهم حكام ديال الشرط والقجع، كان هو اوسيمان خلصوا الحكم باش يخرجهم هما، ما عطاهمش ضربه جزاء. هذاك ماشي اوسيمان، هذاك داير القناع، هذاك راه القجع، هذاك القجع هو اللي لبس داك الماسك تكامفلا بحال اوسيمان ودخل بداك يدخل في البيوت. شوف لا اله الا الله وصافي، لا اله الا الله. عرفتي الشيء اللي كنشوف، عرفتي الحياه الدعايه اللي كنشوف عندهم هاد الايام، راه لا حول ولا قوه الا بالله. كتقول عرفتي كنبغي نخرج راسي كون كانت شي شرجم المغرب هو الشرجم فيه شرجم والجزائر فيه الشرجم، كنبغي ندير ديك الحركه ديال داك الفكاهي المصري المعروف، نخرج راسي من الشرجم ونطلع نقول واش نتوما هما هذوك ولا ماشي نتوما؟ واش سافا با؟ عموما عندهم منتخب واعر وعندهم المدرب واعر، ولكن خرجتوهم نتوما بالكولاسه المراركه، خرجتهم بالكولاسه. انا اعترف بهذا الشيء. انا كنعترف. انا شي حاجه زوينه. انا هو اللي ضدكم كاملين المغاربه. انا نقولها لكم انا بكل صراحه، انا مع القجع فين ما كانت الزينه ديالهم والواعره ديالهم وشي حاجه مدرحه في اخراج الجزائر، فطرة الجزائر، قالوا انا معاه اصاحبي. مسحوها فين ما كان، شوف فين ما كان شي فشل، شي حاجه مدرحه، شي حاجه طحتوا فيها خايبه ما مزياناش، ماشي نتوما اللي درتوا على روسكم، حنا اللي درناها لكم صافي. عندكم اخاي سعداتكم. خليك معنا عمر، يا ربي يحفظك. خليك معايا. عبد السلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تحياتنا للجميع. السلام عليكم. بابا والله نحمد الله. تفضل. ننطلق على كل حال يعني سي عمر، يعني انتم عندكم فرصه يعني من ذهب اذا ما حفظتوش ولا ما خدتوش هذه الكاس. يعني بصراحه انا راح نلومكم وراح نقعد نضحك عليكم الى يوم القيامه، يعني حتى يكتب الله اجله. يعني فرصه راكم وصلتوا للنصف النهائي، فريق تقريبا يعني يستاهل انه يدي كاس افريقيا. لا ما يستاهلش. لا كولاسه اخويا ايقاظ المغاربه، والله كولاسه هي اللي لا خليني نكملها جبور. لا عادي انا ما عنديش، انا من الناس اللي نتبع كره القدم، ولكن لست من الناس اللي خدامين في كره القدم. يعني من حق الصحافه المهتمه بالرياضه انها تبكي، ومن حق انسان يلعب في المجال الكروي انه يبكي. بصح انسان واحد اخر اكيد راح يموت ازمه، راح يكمل الماتش، راح يتذكروا يوم واحد وينساه. انا من الناس هذوك اللي يفوت الماتش ممكن نتكلم عليه نهار بعد وبعد ننساه. انا بصراحه نقولها لكم، اذا ما فزتوش بهذه الكاس الله يسهل عليكم باي طريقه. انتم اليوم يعني لستم في حاجه الى حكام، لستم في حاجه الى اشياء اخرى باش يعاونوكم. يعني بصراحه حتى نشوف حتى في المغاربه اللي راهم يروجوا في اللايفات نتاعهم بطريقه ممكن غير مباشره ولا متناسين، يقولوا انه نحن الكاس هذه لازم ما تخرجش من هنا، بأي طرق سنفعلها. أنتم تتهمون بلادكم وتتهمون مسؤوليكم بأنهم يكولسوننا. نحن بصراحة نؤمن بأن توجد الكولسة، نؤمن بأشياء كثيرة، ولكن كرة القدم عندنا قدرة باش نكولسوا. لا عادي اسمع، كرة القدم عادي جدا وما يشعرون بدقيقة، يعني شيء عادي. يعني قادر تربح، قادر ما تربحش، قادر تكون كل شيء موجود. وشفنا ما فعلته أمريكا لما أرادت تنظيم كأس العالم وأدخلت كل زعماء الفيفا إلى السجن
واقصتهم نهائيا من المجال الكروي. نفوتوا على المجال هذا، خلينا من المجال الكروي. على كل حال راح نتفرجوا مقابله رائعه اليوم. مات المنتج يعني ومات المخرج ثم عرض الفيلم على المشاهد. انا اليوم راح بصراحه انا اليوم المقابله شوف جبور، انا الفريق المغربي بصراحه ولا الفريق الكاميروني نشوف فيهم بنفس اللعب، يعني ما نحملش لعب الكاميرون وما نحملش لعب المغرب من قديمه، لانه شبه صامت كما نقولوا نحن بالدارجه تاعنا، كيما اللعب تاع الكاميرون كيما تاع المغرب. مانيش نحكي على نيجيريا، نحكي على الكاميرون والمغرب. اليوم راح نتفرج مقابله رائعه، لان المشاعر يعني مختلفه، يعني سواء انهزمت نيجيريا او انهزم المغرب نحن سنضحك، لانه انهزام نيجيريا سيحسون بنفس الالم الذي حسينا به. جلادكم واحد. لا شوف انتم حرمكم ربي، جلادكم واحد. شوف جلادكم ونيجيريا جلدتكم. لا خليني نقول لك علاش. شوف، خروج نيجيريا من الكأس اليوم، خروج نيجيريا من السباق، معناه ان نيجيريا ستحس بنفس الالم اللي حسينا به نحن المره اللي فاتت. خروج المغرب من الكأس اكيد عوده جيل زاد الى المظاهرات، لانه الهدف نتاعهم لم يحقق. احنا اليوم راح نتمتع يعني ما بعد المقابله، ما بعد المقابله. جيل زاد راني صححت قلت جيل زاد غيخرج. سمعت غيخرج اكيد. دقيقه برافو. هذا الاخوان هذا عبد السلام راه من الناس اللي راهنوا وقالوا في جيل زاد، قالوا بان الدوله مشات. هذا قال لي والايام بيننا، والله قال لي غيحاصروا القصر وغطيح النظام وغيطيح الملك غيمشي. دقيقه جبور، دقيقه مازال معنا. لا جبور اسمع، جبور انا كلامي راه موزون ومريقل، ما تقدرش انت اسمع، تقدرش انت ولا غيرك اسمع. المغاربه يسمعوا كلامي ويعرفوا كلامي جيدا، ما تقدرش انت تعطيهم كلام واحد اخر تحاول تاول كلامي واضح جدا. والتاثير تاعي في التيك توك اني حاولت نسف التيك توك المغربي ونجحت في هذا المشروع الحمد لله. على كل حال يعني انا بصراحه اني كي نخلي واحد كيما جبور وواحد كيما بوشتا وواحد كيما الاخر يتحكم في التيك توك المغربي، هذه حاجه مليحه لي انا بصراحه يعني، وافكار يعني سعيد لها والحمد لله نجحت فيها تقريبا 80%. الشيء الاخر جبور، قلت لك نحن اليوم في نتيجه المقابله راح تكون يعني في كلتا الحالات راح تكون يعني رائعه وعندها تبعات رائعه جدا. بدي خلي كيفاش عندهم زمو تاع عمر. لا خليه باش خلي نكرر سي عمر، خلي نكرر له خلي السيد. لا خلي نكرر له، خلي نعاود له جبور، خلي نعاود له. لا دقيقه الله يحفظك. شوف اقسم لكم بالله، دقيقه سد المايك اخويا، سدوا المايك بجوج عمر وقاد المغاربه الله يحفظك. دقيقه، اقسم لكم برب العزه الاخوان والله الذي لا اله الا هو، وانا نحلف لكم بالله الى شتي هاد الحركات اللي يقوم بها السي عبد السلام واشباه ديالو، والله لموسيقى تطربني. شي ملي كنسمع بحالكم الاخوان اقسم بالله لا انا استمتع في الداخل ديالي، وهو كيهضر وانا كنقرا ليه الداخل في القلب ديالو كيرفرف، وموسيقى تطربني. تصور كنتصنت الكلثوم وكنتصنت العبد الحليم وكنتصنت السي عبد الهادي بالخياط، وهو يطربني لان كنشم وكنحس وكنسمع وكنشوف الالام. ملي كنشوف الهضره بهذه الطريقه هذه اقسم لكم يمينا. كاين اللي كيقول لك لا جاوب دير فعل، لا خليه مسكين وانا نتطرب. سير اخويا ايقاد المغاربه سير. احسنت سي جبور، احسنت انت تدلل على كلامي بالدليل المادي. على كل حال انا كان فقط عمر طرح علي السؤال، راح طرح علي عمر السؤال راح نجاوبه. خلينا عمر راح نجاوبك. انا وجودي يا عمر في التيك توك بصراحه لهدفين اساسيين. الهدف الاول هو تسفيه التيك توك المغربي، والحمد لله نجحت اني خليت امثال جبور وبوشتا العظيم المحقق كونان
وكولايور يسيطرون على التيك توك المغربي ويسعدون من يحبون ويهبطون من يحبون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سي عمر، لا يهبطون سمعت. الشيء الثاني يا سي عمر اني يكون المستوى اللي بكل ما املك منكم. المستوى اللي بغى يسفه التيك توك اللغه العربيه بعدا في خبر كان. لا راني عطيتك اسمع، راني لو تكلمت باللغه العربيه اسمع قلت اسفه لانك انت ما تعرفش معناها اسفه. الكلمه الثانيه قلت يهبطون. ما عرفتش شنو هي يوسف. لا اسمع شنو كتعني المعنى ديالو يهبطون باللغه العربيه. لا خليني نكمل جبور، خليني جبور، ما تشوش عليا جبور. المشروع راه ماشي ناجح. انا عارف راسي ملي كنقاطعك سيمشي لك الافكار مع نبيغه. سير سفه سير خويا. عطيني الحبل الافكار ديالو. ملي تسالي تقول لنا انا قلت اسمع كيف عمر خليني نكمل لك عمر الله يهديك. شوف الكلمات الاخيره تعمدتهم. الكلمات اسمع، الكلمات الاخيره تعمدت اني نقولهم. خليني نقول لعمر الله يهديك ما تشوش عليه. الكلمات الاخيره تعمدتهم لان بطبيعه الحال جبور ولا بوشتا ولا كولايور ما يقدروش يفهموا كلام يعني اعظم من الكلمات اللي قلتهم، يهبطون ويطلعون. هذه حاجه اخرى. المشروع الثاني يا جبور وسي عمر هو انه السعي نتاعي كان انه يعني الفت انتباه المجتمع العربي الاسلامي الى ما تقوم به الامارات، والحمد لله مؤخرا نجحنا في ذلك واصبح الصراع. هذا هو المشروع الثاني انا نجحت فيه بصراحه، لاني اليوم الان عاود المشروع الثاني. لفت عاود الكلمه دي، لفت انتباه المجتمع العربي الاسلامي الى ما تقوم به الامارات العربيه المتحده في المناطق العربيه المسلمه. تعرفوك عبد السلام؟ ما فهمتش، ماشي فاهم الكلام، ما تفهمش اللغه العربيه انت. يعني كيفاش استطعتي؟ يعني لا يعني هما يعني سامعين تعرفوك انت يا الكلام ديالك. انت ما فهمتش. نحن قلنا الناس سعيت لي لفت انت ما فهمتش كلامي. الحمد لله النتيجه الاخيره من عند كي درتي ديك اللفته يقول لك كيفاش درتي تحققتي هذه اللفته، ما هي الطرق كيفاش. ما تكلمش عمر ما تكلمش، ما تستعملش كلمات النبي يا عمر، عيب عليك. لا ما تكلمش. لا عمر شوف والله العظيم الا راك تتكلم. لا قال لفت، واش ما قالش لفت؟ هو قال لفت، انا قلت المشروع. انت ما فهمتيش المشروع اللي غادي فيه عبد السلام. سمعت يا عمر؟ على كل حال انا كيفاش كنطرحوا اسئله باش يفهموا. انا دابا راني شوف انتم يهمك من المشروع الاول عمر كنت بحال سي جبار. عمر انتم يهمك من المشروع الاول تاعي. اسمع لا انتم يهمك من المشروع الاول عمر. المشروع الثاني زوين هذا عندك. لا هذاك اسمع، المشروع الثاني الحمد لله سعت المملكه العربيه السعوديه اليوم الى فضح ما تقوم به الامارات في المنطقه بالادله الماديه، واصبح المواطن السعودي اللي كان مخدوع بالعلاقه الاماراتيه المغربيه اصبح يسب الامارات ومعها المغرب. معايا عبد السلام معايا عبد السلام. واش انت هو عبد السلام؟ على ماشي انت اللي كنتي كتسب تسب السعوديه؟ لا انا عمري ولا نسب السعوديه. مستحيل غتبقاو تنافقوا الجزائريين. تالي انت غتبقاو منافقين. لا ما نسبش. انا ما نسبش السعوديه، عمري ما سبيت السعوديه. البارحه عمر يكذبني وين عني. لا راك تكذب يا جبور، راك تكذب. شوف راه موقفك انت شتي موقف ديالك انت جبور. الدوله الجزائريه انا غلطت باش نورمال نقول لك شتي كذب يا جبور. راك عندك الحق وما عندكمش موقف اصلا. ما يسمع بكم حتى واحد. ولكن والله الا نتعامل علاش تخلقت جبور على الامارات؟ علاش تخلقت على الامارات؟ سير قول تخلقت على الامارات. فتح الامارات. شوف صراحه يهمك المشروع الاول هو تسفيه التيك توك المغربي. المشروع الاول انا سعيد فيه والحمد لله. هذا هو الاول، هذا سهل عليا نفهمه. الاخر صاحبي اللعبه كبيره صاحبي، داك الشيء كبير. الامارات والسعوديه والبلدان العربيه كبار عليا اللعب. انا خويا نجحنا سي عمر، نجحنا اليوم. انا اليوم مرتاح عمر انا اليوم مرتاح. نفسيا، وحتى المغاربه يبعثوا لي اسمع يبعثوا لي دعوات مباشره باش نطلع في لايف. ما نطلعش لاني انا لو نطلع اليوم بين سعودي واماراتي وما يصيفطوش. اسمع هذا ماشي هذا شيخ اخويا. شوف
انا بقول لي بس يا شوف عمر، انا بقول لي اليوم غير كي عمر ما نطلعش في لايف. عمر اسمعني يا عمر، ما ديروش الفوضى، راك مغاربه الله يبارك أنا قارين والله لا ومسلمين. ماشي انا كنسولك ما كنتفاهم معاك. والله ما نكذب عليكم، ولا كيبقى طالب عندي الكاس هنايا 2 سوايع 3 سوايع. هذا السيد هذا لا لا تكذب شوف نتحداك تكذب. راه شوف أقسم حي لكم جبور لا بالله. ما تكذبوش ما تكذبوش. ياك ها هي معانا تكذب والله تكذب. اقسم بالله تكذب. ادم تكذبني. اقسم بالله تكذب. خي جبور ما نكذبوش اقسم بالله تكذب. راه دابا اقسم اليوم بالله تكذب. اليوم راه حضر معنا اقسم بالله تكذب. راك حضر معنا اقسم بالله تكذب. بلاتي يا خي جبور. اليوم راه حضر معنا الصفحه والله العلي العظيم الا يا ديما سلام. يطلب كاس الاخوان وما نطلعوش. اقسم تكذب. لا غير خليها خي جبور كذب. خلي نفهموا. لا بلاتي يا خي جبور. كيطلبوا حتى الامين العام ديال الامم المتحده الاخوان كيطلبوا المغاربه باش يمشي يوضح لهم الامور في اللجنه الرابعه لتسويه الاستعمار. ما عندوش الوقت، ما لقاش الوقت ما سالاش لينا. لا انا بغيت يسالينا واحد الدقيقه اخرى. كمل لنا المشروع خي الثالث. جبور خليه يتحفنا. انت بلاتي يا عمر خليني نكمل لك المشروع عمر، خليني نكمل لك باش تفهم سوا. صاحبي. مجهد مع عمر. سير اخويا ايقاظ المغاربه، فهمهم المشروع الثالث. سمعت السي خليها شبور، خلينا ما تقاطعناش يا جبور الله يستر، خلينا نكملوا المشروع. كلمات واضحه جدا. انا على بالي جبور، انا على بالي بيك. اسمع ثاني هو لا المشروع نتاعي، اسمع المشروع نتاعي تقريبا. اسمع المشاريع الحمد لله نجحنا فيه بنسبه كبيره. انا قلت لك المشروع الاول هو تسفيه التيك توك المغربي، والحمد لله نجحنا بتقريبا 85%. يعني اليوم اصبح بوشتا جبور كولايور الفئه الجاهله في المجتمع المغربي هي من تسيطر. تيك توك المغربي بصفه عامه.